بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ أنا الدكتور أحمد رجب، ودي المحاضرة الثانية في عمل مديول للستراكشر اند فانكشن. بسم الله. هناخد النهارده إن شاء الله الأبر لم فيتشر اوف أبر لم. أول حاجة هنبدأ بيها النهارده إن شاء الله، ايه هي أقسام أصلا الأبر لم؟ ده الأبر لم صح؟ واحنا قلنا ان الهاند مش معانا. الدكتور لما بتنزل الملف في اخر السنه الهاند بتكون مش معانا. تمام يا دكتور، يبقى احنا هناخد ان شاء الله الابر لم، العظمه دي ودي والاثنين دول. عرفنا دي اللي دي اسمها الكلافيك، والعظمه دي اسمها سكابولا، والعظمه دي اسمها يومرس، والعظمه اللي هنا دي اسمها النا، والعظمه اللي بره دي اللي ناحيه الصابع الكبير هنا اسمها راديوس. تمام يا دكتور، خدنا الحاجات دي 66 مره. ندخل في الجديد. بسم الله. اول عظمه هناخدها النهارده ان شاء الله هي عظمه الكلافيكا. اول حاجه يا دكتور عايزين نعرفها في الكلافيكا ايه هي الكلافيكا دي يعني ايه؟ يعني الترقوه صح. نبص عليها، احنا كده كنا باصين عليها من قدام صح، هنبص عليها من فوق اهو، من فوق. تمام يا دكتور، ركز معايا. هنلاقي في ناحيه فيها مستقيمه وناحيه فيها مدوره. الناحيه المستقيمه دي هتروح تمسك في النص العظمه المستقيمه اللي اسمها الاسترنم. تمام يا دكتور، يبقى دي اسمها الميديال اند او الاسترنال. تمام يا دكتور، عرفنا النهايه من نهايتين، يبقى هنا ميديال. طب ودي يا دكتور الحته الكيرفد اللي ناحيه بره دي لاترال، او هتمسك في بروسيس في الحته اللي هنا دي كده، في عظمه، في بروسيس بتاع العظمه بتاعت الاسكابولا اسمه اكروميون. فالحته دي اسمها اكروميال ان. تمام يا دكتور، كده احنا عرفنا التو اندز بتاعت الاسكابولا. احنا بصينا لها من فوق اصلا صح، فدي السوبيريور سيرفيس بتاعها. يا دكتور طب ما انت اللي قايل لنا ان هي سوبيريور، هنعرف ازاي لوحدنا ان هي سوبيريور سيرفيس؟ اقول لك بسيطه، السطح الاملس اللي سموز، فاكر السموز ماسل؟ اللي سموز، السطح الاملس واللي سموز اسمه سوبيريور. سوبيريور. تمام يا دكتور، كلام حلو. طيب يا دكتور احنا عايزين نعرف الانتيريور والبوستيريور بتاع العظمه دي، نعرفه ازاي؟ ركز معايا. احنا عندنا في الميديال بار بتاع العظمه دي، وبالتحديد بالظبط يعني بالمقاس الحته دي الميديال تلتين. العظمه بتكون عايزه تطلع لقدام، هي ماسكه ورا، ماسكه في الحته دي هنا كده في الكتف، عظمه السكابولا اللي هي ورا خالص. فبالتالي الحته اللاترال بتاعتها التلت اللاترال ده اهو، التلت اللاترال تلت بيكون راجع لورا، اما الميديال تلتين بيكون طالع لقدام. طالع لقدام دي نقولها ازاي يا دكتور بالطب؟ يعني انا مش هقول للدكتور في الامتحان طلع لقدام، اسمها كونفكس يعني محدبه. يبقى كده الميديال تلتين بتوع العظمه كونفكس انتيريورلي. يبقى خلاص احنا عرفنا ادي الميديال وادي الميديال تلتين انتيريورلي سوبيريور. يبقى احنا لو رجعنا يا دكتور العظمه دي في الاناتوميكال، ركز معايا، لو رجعنا العظمه دي في الاناتوميكال بوزيشن كده اهو، ادي يا دكتور ميديال يعني الراجل راسه هنا والصدر بتاعه في الحته دي حلو، ودي يا دكتور كتف حلو، ودي انتيريور حلو، والحته دي سوبيريور يعني معدوله، هي في الاناتوميكال بوزيشن كده. دي الكتف بتاع الراجل اللي هنا يا دكتور، ده العظمه الهين في جسم الراجل ده. اقول لك ادي عينيه يا عم، وادي مناخيره، معلش الراجل معاق شويه. دي يا دكتور على شمالي صح، على شمالي، يبقى بالنسبه للراجل دي يمينه. انت لف نفسك وحط نفسك مكان الراجل، هيطلع دي يمينك، يبقى دي الرايت كلافيكا. تاني يا دكتور احنا عشان نعرف العظمه عرفنا الميديال واللاترال بارت بتاعها، يبقى دي اللاترال ودي الميديال. تمام، عرفنا ان اللي فوق هنا سوبيريور واللي تحت دي الانفيريور، عرفنا ان هي الحته دي انتيريورلي، يبقى هو الراجل كده في الاناتوميكال بوزيشن وانا بصص عليه من الاناتوميكال بوزيشن. يبقى عرفنا ميديال ولا لاترال، سوبيريور ولا انفيريور، انتيريور ولا بوستيريور. يبقى عايزين نعرف هي ميديال ولا لاترال، او نحدد هنا ميديال وهنا لاترال. تمام، هنعرف 3 حاجات ان شاء الله، يعني ميديال ولا لاترال، انتيريور ولا بوستيريور. خلاص يا دكتور عرفنا ان ده انتيريور، الناحيه الثانيه بوستيريور. سوبيريور ولا انفيريور، الحته دي اللي فوق والحته دي اللي تحت. عرفنا ان هي كده في الاناتوميكال بوزيشن، حطينا دماغ الراجل هنا وحطينا دراعه هنا، فدي طلعت معانا اليمين يا دكتور علشان على شمالنا. تمام يا دكتور، كده احنا خدنا السوبيريور سيرفيس بتاع العظمه علشان ما فيش عليها حاجه خالص، ما احنا قلنا سموث صح، فمش عليها حاجه خالص تماما يعني. تمام يا دكتور، والانتيريور والبوستيريور ما فيش في حاجه برضه. هو انت تعرف بس ان هنا الحته المستقيمه دي اسمها ستيرنال اند، والحته دي اسمها اكروميال اند. تمام يا دكتور، نلف بقى وننزل من تحت كده، احنا باصين من تحت يعني صاب،
فاكر السب مانديبولار فصة كانت تحت الماندبل، فاكر؟ احنا هنا تحت كلافيكا، سب كلافيكولار، سب كلافيكولار يا دكتور. الحته ديت احنا خدنا المره اللي فاتت الشق الطويل، الشق الطويل اسمه جروف، فده يا دكتور شق طويل اهو. هل دي جروف؟ صح جروف. طب اسمه ايه؟ اسمه السب كلافيكولار جروف. ليه يا دكتور؟ علشان بيمسك في عضله اسمها السب كلافيكولار ماسل، هناخدها ان شاء الله الموديول الجاي. تمام يا دكتور. طب يا دكتور عندنا اي معالم تانية في الحته دي؟ يا دكتور في حته منوره زي الشمس، زي الشمس هنا اهي، اكيد دي يا دكتور هيوصفوها، مش هيسيبوها في حالها. هقول لك صح فعلا وصفوها. اسمها، ركز معايا، هي مبدئيا تيوبركل علشان هي بروز صغير، اسمه تيوبركل مبدئيا. والحته دي بيمسك فيها ليجامنت، رباط اسمه كونويد ليجامنت، هو شكله مخروطي. عارف انت كلمه كون اللي هو المخروط، او اسمه كونويد. كونويد تيوبركل هيمسك فيه كونويد ليجامنت، هوريه لك كمان شويه. وفي هنا يا دكتور كمان حته هنا كده، الحته دي كده، الحته اللي بارزه دي، او بالتحديد يعني الحته اللي هنا دي كده بالظبط، يعني الحته دي كده اللي هي بارزه، هيمسك فيها ليجامنت اسمه ايه؟ ترابيزويد ليجامنت. انت ممكن تجيبها من ان هي ترابيزه، ترابيزه حرفيا. ليه؟ اصلا انت لما تيجي تشوف الاصل اللاتيني بتاع الكلمه دي هيقول لك ترابيزويد يعني تيبل. ترابيزويد كلمتين، تترا وبيزا اويد. اويد يعني شبيه، بيزا دي يعني تيبل لايك، تترا يعني 4، بس هنا معناها الشبه منحرف. شبه يعني اويد، وترابيزا يعني رباع الاضلاع. فيا دكتور ليه سموه الحته دي كده؟ عشان هيمسك فيها ليجامنت اسمه الترابيزويد ليجامنت، شكله رباعي شبه منحرف، فسموها ترابيزويد لاين عشان هو طويل شويه وحلو كده، فاهم؟ سموها ترابيزويد لاين. خلي بالك الترابيزويد لاين والكونويد ناحيه الاكروميال. حلو خالص. ركز بقى معايا هنا في حته، هنا الحته دي العلماء شافوها قال لك ده حته واطيه اسمها امبريشن، اسمها امبريشن. ليه يا دكتور؟ قال لك بيمسك فيها ليجامنت. خلي بالك احنا عند الاسترنال ان، يعني في هنا سترنم وطلع منها ريبس وماسك فيها ريبس، فقال لك الحته دي يا دكتور في حاجه اسمها كوستو، يعني كوستال، جاي من كوستال، كلمه كوستال يعني ضلوع. كلافيكولار ليجامنت كوستو كلافيكولار ليجامنت، يبقى امبريشن فور كوستو يعني ضلع، كلافيكولار يعني الكلافيكا، ليجامنت يعني رباط. حلو خالص يا دكتور، زي الفل كده. احنا خلصنا الكلافيكا. هوريكم بس الايه، الكونويد ليجامنت والترابيزويد ليجامنت اهو. ركز معايا جبت لك الترابيزويد والكونويد اهو. بص الحته دي الكونويد، والحته اللي وراها هجيبها لك من زاويه ثانيه، والحته اللي وراها دي شيء الرباعي شبه منحرف ده اهو، دي الترابيزويد. خلي بالك الاثنين ناحيه الاكروميال اند، ناحيه الاسكابولا. هنعرف يعني ايه الكلام ده كله دلوقتي. تمام يا دكتور. تاني بالراحه، ادي الكونويد اهو، شكل الكون اهو، والترابيزويد ورا اهو. تمام يا دكتور. نشيل بقى، اوريك حاجه حلوه تعجبك. بص اهو، طلعتهم لك لوحدهم. بص بقى، بص اهو، دول الاثنين ليجامنت. شوف لي الليجامنت ده يظهر لك، مش عارف يظهر ولا لا اهو. اسمه ايه؟ اسمه ترابيزويد ليجامنت. طب يا دكتور الليجامنت الثاني اهو اسمه كونويد ليجامنت. الحته دي بقى اسمها كونويد تيوبركل، والحته دي بقى اسمها ترابيزويد لاين. بس يا دكتور شكر الله سعيد. نقرا الكلام ده من البي دي اف ونجيله. هناخد الكلافيكا. تمام يا دكتور. اول عظمه في الابر ليم، بسم الله اهو. جايب لك الجنب المفروض بتاع. خلي بالك الصور ده هتجيلكم في الامتحان زي ما هي، مش هيغيروا فيها حاجه خالص، كده كوبي بيست. هيشيل لك الكلام اللي هنا بس كده ويقول لك دي اسمها ايه بنفس السهم. تمام زي الفل. يبقى الستريت، الناحيه الستريت اسمها ستيرنال، ستيرنال سوبيريور سيرفيس سموز، سوبيريور وسموز. تمام يا دكتور. الاكروميال كيرفد. خلي بالك الحته دي اللي هيبقى فيها من تحت التيوبركل، الكونويد تيوبركل. تمام يا دكتور. بسم الله كده احنا باصين من تحت، عرفنا منين مبدئيا في جروف هنا اهو، ده علامه مميزه. تاني حاجه الحته دي تبقى ظاهره اسمها كونويد. عرفنا كونويد ليه؟ عشان بيمسك فيها ليجامنت اسمه كونويد ليجامنت. تمام. في هنا ترابيزويد لاين، هو عامل لك دايره على الحته دي بس هو المفروض كده بروز. ترابيزويد لاين بيمسك فيه الترابيزويد ليجامنت. في هنا امبريجن حته نازله كده بيمسك فيها الكوستو. قلنا كوستو يعني ضلوع، كلافيكولار يعني كلافيكا، ليجامنت تربط الضلوع بالكلافيكا الترقوه. تمام يا دكتور. كده احنا خلصنا عظمه الكلافيكا. نروح لعظمه الاسكابولا. ادي يا سيدي عظمه الاسكابولا. بسم الله. عظمه الاسكابولا دي اللي هي لوح الكتف. تمام يا دكتور. عايزين ناخد الاول حاجه كده سريع نجيبها في جنب كده. اول حاجه في العظمه دي ان هي عظمه الثلاثات. يعني ايه ثلاثات يا دكتور؟ نكتب هنا 3 رول اوف 3. ليه يا دكتور؟ عندها 3 حدود او 3
حواف بوردر 3 بوردر، عندها 3 فصة، عندها 3 بروسيس، عندها 3 انجلز. ازاي يا دكتور كل دي تلاتات؟ هنشوف دلوقتي. 3 انجل، 3 بروسيس، 3 فصة، 3 بوردر. اطلبهم مني بعد ما نخلص العظم. تمام تمام يا دكتور. اول حاجه بسم الله، اول حاجه يا دكتور اول ما تشوف العظمه ديت الحته دي كلها كده تقول لك انني لاترال، يبقى الحته دي ميديال مبدئيا. ليه يا دكتور؟ عشان الحته دي هيمسك فيها الهيد اوف هيومرس، الراس بتاعت عظمه العضد او عظمه الهيومرس، وهتنزل من هنا، فمعنى كده ان دي لاترال اهي. الحته اللي هيتمسك فيها دي لاترال، هتطلعني بره الجسم، يبقى معنى كده ان دي ميديال. تمام يا دكتور. في حاجه ثانيه، ميديال دي لها اسم ثاني، الميديال بوردر. ادي اول بوردر اهو، ميديال بوردر له اسم ثاني. اسمه يا دكتور؟ اسمه فيرتبرال. ليه يا دكتور اسمه فيرتبرال؟ من ناحيه الفيرتبري. حط لي ايديك على السكابلا من ورا كده، الميديال بوردر ده الفيرتبرا في النص، فهي ناحيته، فاسمه الفيرتبرال لاين. تمام يا دكتور، او الفيرتبرال بوردر. تمام يا دكتور. معنى كده يا دكتور انت عايز تقول لي ان ده اهو اسمه اللاترال بوردر؟ حاضر برافو عليك، صح، دي فعلا اللاترال بوردر. واحد ثالث هيقول لي معنى كده يا دكتور انت عايز تقول لي ان ده اهو اسمه السوبيريور بوردر؟ الله يا رجاله انتوا وحوش ما شاء الله عليكم، ربنا يجوزكم. كده احنا خدنا البوردرز، سوبيريور بوردر، ميديال بوردر او فيرتبرال بوردر، ولاترال بوردر. واسمه الثاني لانه بيكون ناحيه الاندر ارم، والاندر ارم في الطب اسمها الاكزيلا، او تحت الابط يعني اسمها الاكزيلا، اسمه اكزيلاري بوردر. تمام يا دكتور. بس احنا اتفقنا ان الحته دي لاترال والحته دي ميديال، احنا عشان نحدد نوع العظمه كده عرفنا الميديال بتاعها هنا واللاترال بتاعنا هنا، صح؟ فهنعوز نعرف انتيريور وبوستيريور وسوبيريور وانفيريور، سوبيريور وانفيريور. ودكتور خلاص احنا عرفنا ان دي سوبيريور، فاكيد دي انفيريور، صح، برافو عليك. هيبقى فاضل لنا الانتيريور والبوستيريور. يا دكتور انتيريور والبوستيريور هنعرفها ازاي؟ صعبه دي؟ لا سهل. ليه؟ لان في البوستيريور بارت بتاع العظمه دي شوكه. انا قلت لكم ان هي شوكه، كنت عايز اسالكم، مش مشكله بقى. فيها حاجه مميزه جدا الشوكه بتاعتها دي، فخلاص احنا نعرف من هنا ان هي البوستيريور، ما لقيناهاش نعرف ان هي الانتيريور. يبقى احنا هنا كنا انتيريور ده انتيريور، ودي سوبيريور، ودي ميديال يا دكتور، ودي لاترال ميديال لاترال انتيريور، ودي سوبيريور. يعني واحد واقف عادي في الاناتوميكال بوزيشن، دي تطلع يمين ولا شمال، يمين ولا شمال. ده يا دكتور مفروض كده لو الراجل راسه هنا والعمود الفقري بتاعه هنا، ده هتبقى الناحيه دي على شمالي، على شمالاني، تبقى دي بتاعت يمين الراجل. لو انا حطيت نفسي مكانه هتبقى دي اليمين بتاعتي يا دكتور، صح؟ يبقى دي الرايت سكابولا بكل بساطه. يبقى الحته دي هي اللي بتعرفني احنا فين. او ممكن انت لو بقى فهمان جدا الحته دي هتبقى ميديال، خلاص دي لاترال، دي اللاترال بوردر، سوبيريور بوردر، امرها بسيط. في واحد لمح حاجه بس، اصبر ربنا يهديه. اكيد يعني اللي انا قصدي عليه ان لمح انه الحته دي اهي بالظبط، الحته دي كده، وسماها خلاص دي السوبيريور بوردر، صح؟ دي السوبرا سكابولار نوتش. بس بسيطه يعني، خلاص واضحه زي الشمس اصلا يعني. عندنا في العظمه دي عندنا 4 حاجات تلاتات، صح؟ اول حاجه 3 بوردر قلناها، في 3 فصه و3 بروسيس و3 انجل. خلينا في الانجلز اسهل. اسهل من كده مفيش، والله بجد. بص، انفيريور انجل عشان تحت، لاترال انجل علشان هنا في الحته دي في اللاترال، احنا قلنا دي اللاترال خلاص، سوبيريور انجل، خلصنا ال3 انجل، انفيريور لاترال سوبيريور. حلو خالص يا دكتور، كده احنا خلصنا ال3 انجل وال3 بوردر اي بي. حلو والله. طيب انت قلت يا دكتور في 3 فصه، وانا شايف يا دكتور ما شاء الله يعني، بص فصه عامله ازاي، متعه وحته منخفضه عن العظمه، فاكيد دي فصه، اكيد يعني، اكيد يا دكتور دي فصه، دي كلها كده فصه، صح والله بجد دي فصه فعلا. اسمها ايه بقى يا دكتور؟ سمنت. احنا قلنا دي الانتيريور سيرفيس، صح؟ وليه الانتيريور سيرفيس؟ عشان هو باصص لقدام، نايم على القفص الصدري من ورا، يعني هي قاعده على القفص الصدري. لو بصينا من الجنب كده هنلاقي ان الاسكابولا عامله كده على القفص الصدري، يعني قلنا اهو دي القفص الصدري، الاسكابولا نايم عليه فوق كده. تمام. دي الانتيريور. وعايزين نسمي الفصه، هنسميها ايه؟ هنسميها انتيريور فصه. قال لك دي التسميه الصحيحه ان هي اسمها انتيريور فصه، بس للاسف الشديد زي ما كنا واخدين في الساكرم لو تفتكر، كنا واخدين الفينترال اسبكت بتاعها او الفينترال سيرفيس بتاعها، صح فاكر؟ وقلنا عشان الحاجات دي اتسمت على الحيوانات في الاول، فدي للاسف سموها الحيوانات لما الماشيه والحاجات كلها بتبقى ماشيه على 4 رجلين، فبتبقى الحته دي بالنسبه لها صاب. يعني ايه صاب؟ ركز معايا. ادي الحيوان راسه هنا، نرسمه لك، ادي الحيوان راسه هنا، حلو، وادي ظهره، معلش ما يعني ايه، ما كنتش رسامه، ما بعرفش ارسم، وادي رجليه وادي رجليه الثانيه، حلو. الاسكابولا بتاعته فين؟ الاسكابولا بتاعته في الحته دي. الانتيريور سيرفيس بالنسبه لنا هو تحت الاسكابولا بالنسبه له، تحتها، فاهم؟ فقال لك احنا هنسمي الحته دي على الحيوانات صاب، ودي الاسكابولا يبقى سكابولار، ودي فص يبقى فص.
يبقى اسمها سب سكابولار فوسا ليه؟ علشان في الحيوانات كانت تحت السكابولا مش قدام، هم ما عندهمش انتيريور، هم عندهم تحت السكابولا. تمام يا دكتور. نرجع بقى لظهر السكابولا، لان كده احنا كده خلصنا الانتيريور بتاعها، الانتيريور بارت بتاعها كده كله خلص تقريبا. نجيب ظهر السكابولا يا دكتور. بص انا بصراحه شايف ان الحته دي غالبا هتطلع فص صراحه يعني، والحته دي كمان شكلها برضو ايه، حته منخفضه كده تطلع فص يا دكتور. صح، بس اسمها ايه بقى؟ لازم نعرف الاول الحته دي اسمها ايه. دي اللاند مارك في الظهر، ده احنا عرفنا ان البوستيريور سيرفيس بتاعها بسبب الحته دي اصلا، صح؟ مش احنا عرفنا البوستيريور سيرفيس في الحته دي، لسه جاي المسألة اللي فاتت دي اللي اسمها، بس انا قلت شوكه صح؟ اسمها الشوكه، فاسمها حرفيا الشوكه. يعني يا دكتور اسمها سباين، يعني اسمها سباينس بروسيس، البروز اللي شبه الشوكه، فاسمها سباينس بروسيس. عايزين نسمي بقى الحته اللي تحتها دي والحته اللي فوقها دي. طب ما يا دكتور انت كده سميتها خلاص. ازاي يا ابني؟ مش انت يا دكتور اللي لسه قايل ان هي تحت؟ يعني ايه تحت؟ يعني انفرا فعلا. والشوكه يعني ايه؟ سباينس، انفرا سباينس، انفرا سباينس. ودي فص يا دكتور، يبقى اسمها انفرا سباينس فص. طب ودي يا دكتور دي اسمها سوبرا، خدناها قبل كده، سوبرا سباينس فص. جبنا حاجه من عندنا؟ ما جبناش حاجه من عندنا. كده احنا خدنا 3 انجل، 3 بوردرز، 3 فص. هي ايه الفص؟ 3 فص يا دكتور اللي قلناهم. اول فصه قلنا الساب سكابولار فصه، السوبرا سباينيتس، والانفرا سباينيتس فص، او الانفرا سباينس فص. تمام يا دكتور، كلام زي الفل. طب ركز معايا يا دكتور كده بقى، عشان هناخد، احنا قلنا في 3 بروسيسز صح؟ اول بروسيس خدناه اللي هو السباينس، ولو خدتوا بالكم انا كنت موقفه لحد هنا كده. ليه يا دكتور؟ عشان هيكمل بسباينس تاني اللي هو ده اهو. طب ده اسمه ايه بقى؟ ده اعلى حته في مفصل الكتف، اعلى حته. يعني يا دكتور يعني نجيب الحته دي كده، ننزل ننزل ننزل، لما نيجي نحطها في الاناتوميكال بوزيشن اهي. ركز معايا بقى يا دكتور، جبت لك مفصل الكتف كله على بعضه اهو. اعلى حته فيه ايه؟ الحته دي صح؟ اعلى حته باللاتيني اسمها اكروميون، وده بروسيس يبقى اسمه اكروميون بروسيس. عشان كده سمينا الاند بتاعه الكلافيكا اكروميال اند. بالراحه يا دكتور اهي يا دكتور. بص بص، شايف لي الاكروميون اند بتاعه الكلافيكا ماسكه ازاي في الاكروميون بتاع السكابولا. شايف الاكروميون بروسيس ماسكه فيه ازاي؟ ودي اعلى حته في مفصل الشولدر، فاعلى حاجه، اعلى حاجه اسمها اكروميون. خلاص كلام حلو يا دكتور خالص. يبقى عرفنا السباينس بروسيس والاكروميون بروسيس. وخلي بالك ان السباينس بروسيس بيكمل اكروميون، السباينس بيكمل اكروميون. يعني ايه؟ يعني واحده. يعني يا دكتور يعني لو بصيت لي من الجنب من هنا كده، لو بصيت لي من الجنب هنا كده هتلاقي ان بص 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 ادي السباينس بروسيس ومكمل، السباينس بروسيس ومكمل حته واحده. الحته الواحده اسمها ده اكروميون، هنا اسمها سباينس بروسيس. طب يا دكتور انا شايف في حته اهي كمان، في بروسيس كمان اهو يا دكتور. بعدين انت قلنا فيه 3. ركز لي بقى على البروسيس ده. بص بص بص، تحسه عامل زي الخطاف صح؟ او هحط لكم الصوره اللي هم شبهوها. قال لك ان الحته دي عامله زي منجار. لما لو بصينا كده هحط لكم الصوره ان شاء الله يا رب افتكر. عامله زي المنجار بتاع الغراب بالظبط لما يكون طالع من وشه. غراب يعني ايه؟ او البوز بتاع الغراب المعكوف سنه، المتني سنه، اللي عامل زي الخطاف سنه، اسمه ايه؟ اسمه كوراكويد بروسيس. اسمه ايه؟ كوراكويد بروسيس. تمام يا دكتور. واحده تاني. ال3 بروسيسز هنبص لهم من هنا عشان بيبقوا واضحين. ايوه، السباينس بروسيس، الاكروميون بروسيس. قلنا اكروميون يعني اعلى حته، توب اوف سينج، موست توب، اعلى حته اكروميون. اوميون اصلا يعني شولدر، واكرو يعني توب، مش موضوعنا. وقلنا يا دكتور ده اسمه كوراكويد، جايه من الغراب باللاتيني. تمام يا دكتور. طب بما اننا في البوزيشن ده يا دكتور، احنا كده خدنا، ركز معايا، احنا كده خدنا 3 انجل وال3 بوردرز وال3 فصه وال3 بروسيس صح؟ تمام. ركز معايا بقى في الحته دي، الحته دي اللي هيركب فيها الهيد اوف هيومرس، اللي هيركب فيها الراس، ده اللي هتعمل المفصل، ده الحته اللي هتمفصل فيها. وعشان تتمفصل لازم يبقى فيه جيل. فاكر الساينوفيال فلويد والحاجات دي بصمجه، مش مسميه عشان كده، خالص. مش تاني كمان مره، مش مسميه عشان كده، بس عشان تفتكرها. عشان تتحرك لازم أن يكون في ايه؟ جيل يحرك الدنيا. فده اسمه، هو اساسا مش بادئ بجيل بس شبهها، اسمه جيلينويد بروسيس او جلينويد بروسيس، مش هنختلف. بس لو جبنا GEL كده قلبناها تبقى جيل، فاحفظها من الحته دي. هي مش عشان كده جلينويد اصلا يعني حته منخفضه وملساء تستخدم في الارتيكوليشن او تكوين المفصل. مش عايزين ده كله، احنا عايزين نفتكر الحته دي. هي الاسم الوحيد اللي موجود في الهيكل كله اسمه جلينويد، فما تكترش. اسمه جلينويد كافيتي او
كافيتي. حلو يا دكتور، جلينويد كافيتي. ركز لي بقى تحت الجلينويد كافيتي، شايف ايه الحته دي اسمها تحت الجلينويد، وبروز صغير، يبقى انفرا جلينويد صح، وصغير استنى نكتب لك انفرا جلينويد وصغير، ها تيوبركل، انفرا جلينويد تيوبركل. تمام يا دكتور، ركز معايا بقى عشان هنا هيظهر لنا ايه الحته دي، سموها عندكم في الملف اعلى حته في الجلينويد، وكمان هم شايلين الحته الارتكيوليشن، ففي حته راحت بارزه منهم اوريها لك من اللاترال فيو يمكن تشوفها. المشكله اهو مثلا كده تشوفها حلو، الحته اللي بارزه الصغيره دي، الحته اللي بارزه الصغيره دي سموها سوبرا جلينويد تيوبركل، وسموا الحته اللي تحت دي انفرا. تمام. تاني الحته اللي زودناها هنا الجلينويد، والانفرا تيوبركل اللي تحته انفرا جلينويد تيوبركل، والحته اللي فوقه السوبرا جلينويد تيوبركل. بس كده. نقرا بقى السكابولا من الملف بتاع العملي بتاعنا. السكابولا خلاص قلنا السكابولا رول اوف 3، عايزين 3 انجل، 3 بوردر، 3 بروسيس، عايزين 3 بص. حلو. اول حاجه الانتيريور فيو، عرفنا ازاي ان هو انتيريور، مفيش الشوكه صح، مفيش الشوكه يبقى احنا انتيريور. هو بديلك بالانجلز، ادي اللاترال انجل، سوبيريور انجل، انفيريور انجل. اكمل لك اني بقى اللاترال بوردر او الاكسيلاري بوردر، الميديال بوردر او الفيرتبرال بوردر، سوبيريور بوردر. تمام يا دكتور اهو بس كده اهو، اللاترال بوردر، سوبيريور بوردر، ميديال او فيرتبرال بوردر. هنا اكسيلاري، اكسيلاري يعني اندر ارم بيت او تحت الابط. سب سكابولار فوس، سب سكابولار فوس، عرفنا ليه سموها سب سكابولار مش انتيريور سكابولار فوسا، علشان كانوا بيوصفوا على الحيوانات، والحيوانات كانت بتبقى ايه دي بالنسبه لها اسفل. تمام يا دكتور. جاب لك البوستيريور سيرفيس، عرفنا ان هو بوستيريور من ايه، من السباين دي، اسمها سباينس بروسيس، سباينس بروسيس، سباينس بروسيس، تحتها انفرا سباينس فوس، انفرا سباينس فوس دي كلها خلي بالك، انفرا سباينس فوس، فوقها سوبرا سباينس فوس. فاكر لما قلت لك بقى ان في واحد عايز يسمي النوتش، النوتش اهي اسمها سوبرا سكابولار نوتش، مش دي السوبرا سكابولار بوردر او السوبيريور بوردر، دي اسمها سوبرا سكابولار نوتش، اسمها ايه سوبرا سكابولار نوتش. خلاص قلنا ان دي الاكروميون بروسيس، عرفنا ان هو اكروميون، هو اللي مكمل، هو اللي مكمل مع السباينس بروسيس، وهو اعلى حته، وهو اعلى حته يبقى اسمه اكروميون. تمام. طب والكرونويد، كرونويد يا دكتور عشان شبه الغراب، هنا بقى اجيبها لك من ايه، دي الهون، دي الفيو الهون، ها دي اللاترال فيو ليه يا دكتور، عشان الحته دي قلنا ان هي لاترال اصلا. تمام. او اجيب لك الاكروميون تاني، سوبرا جلينويد تيوبركل اللي احنا قلنا عليه، والانفرا اللي احنا قلنا عليه، الجلينويد كافيتي الحته اللي هيمسك فيها الايه الهيد اوف هومرس، الكروكويد بروسيس، كروكويد جاي منين، ها تاني للمره ال20 جايه من الحته بتاعت راس الغراب. تمام يا دكتور. الهيومرس. ركز معايا بقى عشان هناخد عظمه مهمه جدا من عظام اللونج بون. لو انت فاكر اللونج بون كانت بتتميز بايه، عندها تو اند، ادي اند تحت اهي واند فوق اهي. حلو يا دكتور. وعندها شافت، كلام جميل. كان عندها ميتافيزيس وابيفيزيس، فاكر، او ابيفيزيس وميتافيزيس. ادي عظمه الهيومرس فاكرها، كانت من اللونج بون. افتكر معايا كان عندها تو اند، ادي اند وادي اند، عندها شافت طويل فاكر، وكان في ابيفيزيس وميتافيزيس والحاجات دي. قلنا الابيفيزيس بيتشال، هعمل لكم مراجعه ان شاء الله. والابيفيزيس لما بتكبر في السن بيروح، وبيفضل لك ميتافيزيس وشافت وتو هيد بس وخلاص. فاكر الحاجات ده، او كان اسمه الديافيزيس، الشافت كان اسمه الديافيزيس، وخدنا ان هي كورتكس ومضله، والمضله فيها ريد بون. هناخد الحاجات دي كلها تاني ان شاء الله، راجع اعمل لكم مراجعه ان شاء الله. ركز معايا. احنا قلنا واحنا بنشرح اول حاجه في المديول ان خلاص عرفنا ان دي الهيد بتاعت الهيومرس صح، دي الراس، وقلنا الحته سطح كبير ويشارك في تكوين المفصل. في الاول المصطلحات لو ما سمعتش ال10 دقائق بتوع المحاضره اللي فاتت، اول 10 دقائق او اول 12 دقيقه ارجع شوفهم ضروري. قلنا اي هيد اللي هي دي الهيد يجي بعدها نيك اهي، كونتراكشن او كونستريكشن بعد الهيد. بس بتوع الجراحه بقى ما عجبهمش الكلام ده. ليه؟ علشان العظمه هم بيعتبروا ان الحته دي كلها الهيد على بعضها، واكتر حاجه عندهم بتتكسر اصلا الحته دي كده بتجي لهم اكتر حاجه بتيجي مكسوره عند لهم بالنسبه لهم. فقال لك خلاص احنا هنسمي دي السيرجيكال نيك، عجباني كده، وهنسمي دي الاناتوميكال نيك بكل بساطه. خلاص هيد بعدها نيك بتاعتنا، وبعدين بتوع الجراحه زعلوا فقال لك هنسمي الهيد الثانيه ده اسهل لنا في التعامل، فخلاص احنا هنسمي دي النيك. قلنا لهم ما تزعلوش نفسكم، مش هنختلف يا جدعان، ان بتوع الاناتومي دماغهم اكبر من كده، وايه تراضوا يعني، وايه وسموا لهم الحته دي سيرجيكال نيك. تمام. جالنا بقى هنا بروز كبير في الهيومرس. بروز كبير خدناه يعني ايه؟ خدناه يعني ايه؟ خدناه يعني تيوبروستي، فاكر تيوبروستي بروز كبير، ادي الكبير وادي الاصغر منه. طب يا دكتور دلوقتي احنا عندنا واحد كبير وواحد اكبر منه، نسميهم ايه؟
نسميهم الكبير والاكبر منه او الكبير والاصغر منه. هنسمي ده اهو جريتر وهنسمي ده ليسر، وقلنا ان دول اسمهم ايه؟ جريتر وليسر تيوبروزيتي. طيب واحد يجي قال لك بقى يا دكتور ركز معايا ان في هنا يا دكتور جروف اهو، انا شايفه اهو يا دكتور، بين الجروفين، بين الصغير والكبير اللي انت عمال تحكي لي عليهم. يعني في جروف هنا اهو بين الكبير والصغير اللي انت عمال تحكي لي عليهم يا دكتور، اللي هو الجريتر والليسر. يبقى ده اسمه ايه يا دكتور؟ قلت له سميه انت احسن من اللي سموه في حاجه. قال لي هسميه الجروف اللي بين الاثنين تيوبروستي. يعني انت عايز تسميه ايه؟ قال لك انا هسميه يا دكتور انتر، عشان بين الاثنين انتر، الانتر والميلان، ركز انتر. حلو. طب تيوبروستي دي تتكتب ازاي لما تبقى صفه؟ اسمها انتر تيوبركولار، انتر تيوبركولار جروف، انتر تيوبركولار جروف. يبقى هو علشان بتوين التو تيوبروستي سموه انتر تيوبركل جروف. حلو خالص. نرجع بقى لوضعنا. احنا كده باصين منين؟ من الانتيريور سيرفيس. ليه؟ نعرفها بطريقتين. الهيد اهي صح؟ الهيد دي دايما بتبص للميديال. لما نكون شايفين الاثنين تيوبروستي والليسر هو اللي قدام، لان الجريتر بيكون كبير جامد وباين، والليسر هو اللي قدام، يبقى احنا باصين من الانتيريور. طب لو الليسر هو مش باين اصلا، لما نيجي نبص من البوستيريور كده مش هتلاقي الليسر اصلا، مش هيبقى واضح. فهنا تقول ان دي البوستيريور. ثاني يا دكتور، لما نكون شايفين الاثنين من قدام يبقى احنا باصين انتيريور، نكون شايفين الاثنين والجروف اللي بينهم يبقى احنا باصين انتيريور. والهيد كده بتبص ناحيه الميديال. احنا كده عرفنا ميديال وانتيريور. وده يا دكتور احنا عارفين هيد سوبيريور. طيب الراجل ده واقف ازاي بقى؟ يعني جسمه الناحيه دي وكتفه في الحته دي ورابط فيه الحته دي. يا دكتور هو كده باصص لي، دي العظمه اللي على ده الشمال، يعني على ده الشمال، يبقى دي اليمين بتاعته صح؟ يبقى دي الرايت شوبر. حلو. يبقى احنا خدنا الهيد والنك، الاناتوميكال نيك، ليسر تيوبروستي، جريتر تيوبروستي، انتر تيوبركلر جروف، والسيرجيكال نيك صح؟ تمام يا دكتور. طيب ركز معايا بقى عشان هننزل على الشافت. الحته دي كلها كده اسمها الشافت. حلو. الشافت ده من قدام الشافت ده من قدام مفيش في حاجه، راجل محترم خالص، مفيش في حاجه خالص. لف. حلو خالص. العظمه دي لما جينا بصينا على الشفت من ورا لقينا في هنا حاجه بارزه كده، بروز ماسك فيه عضله اسمها دلتويد. والدلتويد دي يعني مثلث مقلوب. فاكر لما كنا بناخد وادي النيل والدلتا هو مثلث مقلوب؟ حرفيا دي عضله مثلث مقلوب بيمسك في الحته دي كده هنا كده، فعشان كده اسمها دلتويد تيوبروستي. تمام يا دكتور. واحد بص كده، بص عميقه شويه، لقى في هنا حاجه، بص حاجه هنا كده، لفه كده ولفه ناحيه قدام شويه، بس هي نازله من هنا لفه كده. هتشوف في الملف اوضح بكتير. قال لك ده لفه حلزونيه يا دكتور، لفه حلزونيه. فسماها ايه؟ لفه حلزونيه هنا كده يا دكتور، فسماها ايه؟ حلزونيه سبايرال. ودي يا دكتور قال لك ده خط ماشي كده صح؟ خط بالطول كده ومنخفض كده، مش لاين، جروف. يبقى الحته دي اسمها سبايرال جروف. حلو خالص يا دكتور. حد شايف حاجه مميزه جدا في ظهر العظمه؟ جدا ممكن نعرف منها ظهر العظمه اصلا. ممكن الحته دي حته منخفضه جدا، ده غالبا يا دكتور فص. صح، فصه فعلا. الفصه دي اسمها ايه بقى؟ بيجي فيها بروسيس يركب فيها. احنا بنتكلم في الحته دي. شايف العظمه اللي هنا دي؟ شايف الحته دي بروسيس اسمه ايه؟ اوليكرينيون بروسيس. وكلمه اوليكرينيون يعني توب اوف البو، لان هي بتكون على حته في ايه؟ في المفصل ده، مفصل المرفق. حلو يا دكتور. يبقى اسمها ايه الفصه دي؟ اسمها اوليكرينيون فص. بيدخل فيها حاجه اسمها ايلوكرينيون بروسيس، هوريه لكم كمان شويه. طيب ده احنا كده خلصنا من ورا. طب يا دكتور انا شايف حته بروز هنا اهو، ويعني هنا في حاجه بسيطه كده، هنشوفها من قدام احسن. حلو خالص. ركز معايا بقى، هنزوم ان. دي سطح كبير ومدور وبيشارك في تكوين المفصل، يبقى اسمه ايه؟ كوندايل. طيب الحته دي والحته دي كمان كوندايل. قال لك يا دكتور كده في 2 كوندايل في نفس العظمه في نفس الحته، هنفرجهم ازاي؟ قال لك حلو خالص. امسح لي بقى الكلام ده كله. هنسمي ده اسم ودي اسم. دي شبه البكره شويه، شبه البكره وحته على بعضها، فقال لك اما نسميها بكره. وبكره يعني باللاتيني بروكليا يعني بكر. والحته دي اسمها هنغير اسمها برضه، نسميها كابيتولم. حلو يا دكتور. نسيوا بقى يغيروا بقيه الاسماء. يعني ايه؟ يعني هم عايزين يسموا الحته دي، قال لك هو مش كان تحتها كوندايل؟ قال لهم قال لك خلاص هنسميها ايبي كوندايل، فوق الكوندايل. بص التوهان. والحته دي كمان هنسميها ايبي كوندايل. طب يا دكتور دلوقتي عايزين نفرجهم، انت غيرت لي الاسماء اللي فاتوا عشان ايه؟ علشان ما يبقوش الاثنين نفس الحاجه. قال لك بالراحه عليا، الكوندايل ده ناحيه ميديال، هنسميه ميديال ايبي كوندايل.
والكوندايل التاني دي ناحيه لاترال، فهنسميه لاترال ايبيكوندايل. طب عرفناه ازاي يا دكتور؟ من الكابيتولم. الكابيتولم ناحيه لاترال، الكابيتولم ناحيه لاترال، الكابيتولم ناحيه لاترال، والتروكليا ناحيه ميديال، تروكليا ناحيه ميديال. حلو. واحد بقى تالت معانا قاعد معانا اهو، شاف الحته دي وشاف الحته دي وقال لك يا دكتور هم مش دول فصه يعني ولا دول مغضوب عليهم؟ قلت له للاسف مش مغضوب عليهم، ناخدهم. الفصه اللي هنا دي والفصه اللي هنا دي الاثنين دول لهم اسماء، دي سهله. العظمه اللي كانت هنا اسمها ايه؟ اسمها الراديال بون، صح؟ او الراديوس بون. حلو. قال لك ده هنسميها الراديال فص، الراديال فص. طب ودي يا دكتور؟ قال لك الحته دي هنا عظمه القلنه، صح؟ بس للاسف بقى مش هيدخل فيها عظمه القلنه، عظمه القلنه هتبقى هي اللي بتلف على التروكلي، على البكره دي، فهيدخل فيها حته معينه اسمها، ما تزعلش انا اسف والله، ثالث مره تقريبا تاخد نفس الاسم. الحته دي اسمها ايه؟ كورونويد، اللي هو كان تاج، فاكر؟ كورونويد فصه. ليه؟ عشان هيركب فيها حته اسمها كورونويد بروسيس. احنا كده مستنيين ان الراديوس تكون هنا، ومستنيين اولوكرينيون بروسيس، ومستنيين كورونويد بروسيس. عظمه القلنه اولوكرينيون بروسيس وكورونويد بروسيس. في عظمه الراديوس مستنيين الراديوس عشان هنا الراديال فوس. حلو خالص. طيب يا دكتور، في واحد جه قال لك بقى رابع خامس عاشر، سميه زي ما تسميه، الحته دي عايزين نسميها عفه شديده كده واضحه باينه مش عارف ايه، عايزين نسميها عفه دي، عايزين نسميها. قال لك والله بص ما تتعبناش، عايز تسميها ايه؟ مش انت كنت لسه قايل لي في هنا ايبيكوندايل وفي هنا ايبيكوندايل؟ خلاص سمي ده اهو ميديال ايبيكوندايل او ايبيكوندايلر ريدج. ريدج يعني حافه، ودي سمي لاترال ايبيكوندايلر ريدج، لاترال وميديال. وما تصدعناش بقى كفايه اسمها كده. طب بالراحه، يعني كان في هنا كوندايل وغيرنا اسمه، كان في هنا كوندايل وغيرنا اسمه وبقى اسمه كابيتولم، دي بقى اسمها تروكليا. في هنا ايبيكوندايل، ميديال ايبيكوندايل عشان ناحيه التروكليا، هنا لاترال ايبيكوندايل. حلو. في هنا لاترال ايبيكوندايلر ريدج، ميديال ايبيكوندايلر ريدج. يا دكتور الحته اللي هنا دي اسمها راديال فصه، الحته دي اسمها كورونويد فصه. حلو. نلف العظمه دي، احنا قلنا لناحيه التروكليا ميديال ايبيكوندايل، لناحيه اللاترال لناحيه الكابيتولم لاترال. حلو. يعني احنا كده عرفنا ميديال ولاترال من الحته اللي تحت دي. خدنا الحته دي اسمها اوليكرينيون فوس. حتى وانا في سنه اولى، انا كنت في سنه اولى كنت حافظها بحرف الاو، اولها او والعظمه ومكانها في الشكل حرف الاو، فهو اسمها اوليكرينيون فوس، اسم على مسمى، كنت حتى كاتبها كده اوليكرينيون فوس. حلو. خلاص خدنا السبايرال جروف، الحته دي خدنا الدلتويد، الجريتر تيوبروستس، الاناتوميكال نيك، السيرجيكال نيك، ادي الليسر، ادي الجريتر، الانترال تيوبيركل جروف. خلاص وقلنا الحته اللي تحت دي بالتفصيل ممل. طيب تمام يا دكتور، خلاص عرفنا مراجعه سريعه. عرفنا ان كده دي بصه ميدي، دي كده لاتر، وعرفنا ان هي انتيريور عشان شايفين ان الاثنين بروسيس، وكمان الانتر اللي بينهم، وكمان هنا مفيش اوليكرونيون فوس، والتروكليا ناحيه الميديال. خلاص يبقى دي اتاكدنا ان هو ميديال، يبقى دي الميديال ايبوكوندايل. حلو. ودي الانتيريور سيرفيس عرفنا عشان مفيش اوليكرونيون فوس هنا، يبقى واحد باصص لي قدام ودي الميديال بتاعه، يعني راسه هنا، جسمه هنا، كتفه هنا. حلو خالص. عرفنا الميديال واللاترال والانتيريور والسوبيريور. كده عرفنا الثلاث حاجات اللي احنا عايزين نعرفهم. دي العظمه الهين، دي العظمه اليمين يا دكتور، وقلناها قبل كده بس بنأكد على المعلومه، الرايت هيومرس. تمام. نقرا بقى الكلام ده من البي دي اف. ادي الهيومرس يعني العضد، يقول لك ادي الابر ان، خلي بالك جايب لك انتيريور بوستيريور، ومن البوستيريور اهو. خلاص عرفنا ان دي البوستيريور من الاوليكرينيال فوس، او ان احنا مش شايفين التيوبروست الثاني، شايفين التيوبروستين شايفينهم ازاي؟ ماشي. المهم الابر ان، وكمان في سبايلر جروف هنا شيلها دي. بيقول لك هنا الهيومرال شافت، كلام عادي خالص يعني، مش هيجي يسالك في الحته دي يعني. واللور ان دي اساسيات بديهيات. تمام. اللي بعده احنا بقى نبدا نشتغل شويه. ادي الهيد عرفناها يا دكتور دي من زمان. الاناتوميكال نيك، بص الاناتوميكال نيك فين؟ بص نزوم ان. بص الاناتوميكال نيك في الحته دي هنا. السيرجيكال نيك فين؟ تاني بالراحه ركز. الاناتوميكال نيك هنا اهي، السيرجيكال نيك هنا كده، الحته اللي بتتكسر اللي فيها الابيفيسز. حلو خالص يا دكتور. ادي السيرجيكال نيك، ودي الشافت بياكدوا عليه للمره الثالثه. ادي السبايرال جروف، ادي الشافت بياكدوا عليه للمره ال15. حلو يا دكتور ماشي. هنا يجيب لك الانتيريور والبوستيريور او الدورزال اسبكت، بيقول لك انت شايفها من ورا، وكمان تعرفها من ايه؟ من السباين دي. لو جايب لك الصوره كامله تعرف ان السباين دي تخلص الموضوع بقى وتريح دماغك، ولا اوليكرونيون فصه ولا تكبر دماغك. يقول لك الدلتويد تيوبروست، دي الحته اللي هيمسك فيها العضله اللي شبه الايه؟ المثلث المقلوب.
في الحته دي كده. حلو خالص. دي السبايرال جروف اهو، واضح زي الشمس اهو، ركز معايا. بيقول لك دي جريتر تيوبروستي ناحيه اللاترال اكتر، ناحيه بره الجسم، ناحيه بره الجسم. دي الليسر تيوبروستي دي ناحيه قدام شويه، بيبقى باين هنا. حلو. عايز ممكن تقول انت بقى، ممكن تقول انت الميديال ريدج، اللاترال ريدج، اللاترال ايبيكوندايلر ريدج والميديال ايبيكوندايلر ريدج. عرفنا ازاي ان دي ميديال وان دي لاترال؟ بروكليا اول حاجه، لو انت تحت جايب لك نص الصوره من تحت، لو انت فوق الهيد اهي. حلو خالص، تمام زي الفل. يبقى ادي الايبيكوندايل، ميديال ايبيكوندايل، لاترال ايبيكوندايل، بروكليا، كابيتولم. خلصنا الانتيريور سيرفيس اللي في العظمه اللي هنا. عايزين نقول ادي التروكليا صح؟ يبقى دي الميديال، دي اللاترال، وكمان الميديال عشان السكابلا ناحيه الميديال، يبقى دي الميديال، دي اللاترال، الميديال ريدج، اللاترال ريدج، الاولي كرونيون فوس. كلام زي الفل، سهل يعني ان شاء الله، مفيش ايه، مفيش لف ودوران. السبايرال جروف عشان شكله حلزوني اهو، جاي كده جاي كده، وهتلاقي في نيرفات وفينز وارتريز هناخدها ان شاء الله في الماسكولوسكليتال. لاترال ايبوكوندايل اهو، لاترال عشان ناحيه الكابيتولم، ناحيه الكابيتولم في الحته دي من قدام شويه كده. حلو. دي اللاترال ايبوكوندايل، ميديال ايبوكوندايل، لاترال ايبوكوندايل، خلاص ميديال ريدج. قلنا الكلام ده كله سهل. ميديال سوبرا كوندايلر ريدج، ميديال ولاترال سوبرا كوندايلر ريدج. حلو خالص. بالراحه، بيقول لك ده انتيريور بوستيريور او اللاترال ايبوكوندايل، ميديال ايبوكوندايل دي اسمها تروكليا يعني بكره، تروكليا يعني بكره. كابيتولم ده اصلا كانت كوندايل زي ما قلنا. اللور اند بقى هنا بيتكلم لك على اللور اند. قلنا الكورونويد فصة عشان هيجي فيها الكورونويد بروسيس من عظمه الالنا. قلنا دي الراديال فصة علشان عظمه الراديوس هتيجي تقعد فيها، لما تيجي تتني دراعك كده بتريح في الحته دي فيها. تمام. والكرينيون فصة عشان هيجي فيها الاولي كرينيون بروسيس. بس كده نروح نشوف الالنا والراديوس. ركز معايا بقى، ركز معايا. قبل ما ناخد كل عظمه لوحدها احنا جايين ناخد ايه كلام في السريع. ركز معايا. انت مستني مني الكورونيد بروسيس اللي هيجي يركب في الحته دي صح؟ ادي الكورونيد بروسيس. مستنيني الراديال اللي هتيجي تقعد هنا، الراديوس اللي هتيجي تقعد هنا صح؟ ادي عظمه الراديوس دي اسمها الهيد اوف راديوس. حلو خالص. يبقى دي الهيد اوف راديوس، الهيد يجي بعدها نيك صح؟ انت كده يعتبر خلصت الراديوس بون. نخلصها بالمره ماشي خلاص. ادي الراديوس نيك، ادي الراديال هيد. حلو خالص. الحته دي بارزه منها ايه صح؟ اسمها راديال تيوبروست، كده يعتبر خلصنا الراديوس بون اصلا. تمام. في السريع تاني، ادي النيك، ادي الهيد، ادي النيك، ادي التيوبروستي. ركز بقى معايا عشان هنا الحاجتين اللي هناخدهم. فاكر لي البوردر ده كان بيعمل مع البوردر ده ايه؟ فاكر الممبرين اللي كان هنا اسمه انتر اوسيوس ممبرين؟ فاكره؟ قال لك ان الانتر اوسيوس ممبرين ده بقى هيعمل 2 لاينز او 2 بوردرز، بوردر الناحيه دي وبوردر الناحيه دي، والبوردر ده هيكون اسمه هنا هيكون لهم نفس الاسم، اسمهم انتر اوسيوس بوردر. الاثنين هيبقوا نفس الاسم انتر، عشان كده الممبرين هيوصل بين الاثنين دول. حلو. طيب خلاص عرفنا اللي ده اسمه الانتر اوسيوس بوردر. طب يا دكتور في بوردر كمان اهو، نسميه دي بقى ايه؟ اللاين ده جاي من قدام فاسمه انتيريور، وجاي بشكل دائري سنه، مش حلزوني مش لافف، لا بشكل دائري سنه. انت يقول لك ايه؟ احنا عاملين اوبليك في البيت، اوبليك اسمه اوبليك لاين، انتيريور اوبليك لاين. حلو خالص. يبقى خلاص التيوبروستي خلاص، والنك خلاص، والهيد خلاص، فاضل لنا حاجتين كمان مثلا ولا حاجه. ركز معايا. دي الاند اهي، ممكن نعرف من اللور اند بتاعه عظمه الراديوس ان الحته دي لاترال، والميديال فيها حته هنا. شايف لي العظمتين دول؟ استنى نزوم ان شويه. خلاص عرفنا ان الحته دي نعرف منها ان هي لاترال، وهنعرف الحته دي اسمها ايه. لو الحته دي ميديال ليه؟ عشان الالنا اصلا ميديال، فالالنا مريحه هنا، عامله حاجه اسمها النر نوتش. والحته اللي هنا دي بروسيس صح؟ اسمه ستايلويد. ستايلويد يعني عامله زي الابره، عامله زي سن مدبب كده، حاجه مدببه. نبص عليها من الحته دي كده، ادي الهيد، ادي النيك، ادي التيوبروستي، الانتيريور اوبليك لاين، الانتر اوسيوس بوردر، الستايلويد بروسيس، النوتش بتاعه الايه الالنا. خلاص كده دي اللور اند واسعه، والهيد سيركولار. بس كده احنا خلصنا الراديوس. نجراها بالمره. خدنا الراديوس، ادي الراديوس، ادي الهيد اوف راديوس، ادي النيك اوف راديوس. النيك اي هيد بيجي بعدها نيك. راديال تيوبروستي يعني بروز كبير شويه. السلايد اللي بعدها هي سلايديه محترمه والله. انتيريور اوبليك لاين، الحته اللي جايه من التيوبروستي ونازله على تحت دي اسمها انتيريور اوبليك لاين. انتر اوسيوس بوردر ده اللي هيتعامل معاه انتر اوسيوس ممبرين مع الالنا.
الارنر نوتش هنا مش واضحه لانها بتبقى في الجنب شويه، انا وريتها لكم 3 دي. الستايلويد بروسيس يعني العمود المدبب. حلو خالص، احفظ ان انا استغلت بروسيس خلاص كده. دي الراديوس. خلاص نروح للالنا. طيب قبل ما نروح للالنا لوحدها، فاكر لما قلت لك تاخد مني كورونويد بروسيس؟ فاكر عشان هيجي يقعد هنا في الكورونويد فوسا، والراديال هيد اللي هتيجي تقعد في الراديال فوسا. طيب دلوقتي الالنا دي علمت على الراديوس، ثبت عليها علامه. الراديوس اسكت لها، قالت لا الحقيقه اصلا تحت الالنا بتاخد حاجه من الراديوس. ليه؟ شايف لي الحته دي كده اهي كده واضحه خالص اهي. شايف الحته دي كده، ده علامه الراديوس في الالنا. هناخد ان هي اسمها الراديال نوتش زي ما الالنا عامله تحت النر نوتش. حلو خالص. بص لي من ورا كده، فاكر الاوكرانيون فوسا؟ فاكر الاوكرانيون فوسا؟ ادي الاوكرانيون بروسيس. دقيقه واحده نشيل لك بقى ايه اللعب ده كله نجيبها لك متشفيه. زوم ان على الهيد ده عشان ايه حواراتها كتير وهنخلصها في ثانيه ان شاء الله، عشان احنا واخدين كل حاجه. الاوكرانيون بروسيس. حلو خالص. هيقعد في الالكترونيون فوس. حلو. كورونويد بروسيس هيقعد في الكورونويد فوس. خدنا الحته دي اسمها راديال نوتش. حلو يا دكتور. الحته دي كلها بقى هتتمفصل مع ايه؟ احنا مش قلنا ان الراديال فوسا فوق الكابيتولم، فبالتالي الراديوس هي اللي هتتمفصل مع الكابيتولم. هنا بقى الالنا هتتمفصل مع التروكليا، دي يبقى اسمها تروكولار ايه؟ نوتش. تروكولار نوتش. يبقى الالكترونيون بتعمل فوس ودي بيعمل فوسا، والتروكليا خدت حق الهيومرس وقالت انا هعمل نوتش. خلص عليه. حلو خالص. طيب هيبدا شغل الغيره بقى. هيبدا شغل الغيره، ركز معايا. هيبدا شغل الغيره شويه. الالنا هتقول ليه اشمعنى الراديال عندها تيوبروستي وانا ما عنديش تيوبروستي؟ انا عايزه تيوبروستي. نقول لها خدي تيوبروستي. الحته دي اسمها الالنر تيوبروستي. حلو خالص. خلي بالك ان الراديال بون علمت عليها. فاكر؟ مش الراديوس علمت على الالنا في الحته دي، فيبقى اسمها راديال نوتش. صح؟ الحته اللي تحت دي بقى تحت النوتش على طول اسمها ايه؟ اسمها سوباينيتور فوس. ليه يا دكتور اسمها سوباينيتور فوسا؟ عشان في وضع السوباينيشن والبرونيشن والحوارات دي، الحركات ديت، الحته دي الرياض بتيجي تقعد فيها، او في عضله ثانيه تطلع منها. هناخدها ان شاء الله في المصل. ما تشغلوش دماغكم بالموضوع، اعرف ان هي سوباينيتور فوسا اسهل. حلو. الحته دي بقى اسمها ايه يا دكتور؟ دي حته واضحه كده شكلها ايه؟ حلو خالص ومتعه كده. دي اسمها ايه يا دكتور؟ دي سموها السوباينيتور كريست. يبقى في هنا سوباينيتور فوسا ودي اسمها سوباينيتور كريست، وهنعرف ايه لازمتها ان شاء الله في الماسكوسكي. خلاص يبقى دي السوباينيتور فوسا، دي السوباينيتور كريست، تحت الاثنين تحت الراديال نوتش. كلام حلو خالص يا دكتور. طيب التيوبروزيتي ده هو لو انت شايفه او شايف السيرفيس بتاع التروكولار نوتش وشايف التيوبروزيتي ديت، تقول لي ان دي الانتيريور سيرفيس بكل بساطه. يبقى لو شفت التيوبروزيتي في العظمتين هتقول ان دي الانتيريور سيرفيس سواء الراديوس او الالما. يبقى دي الايه؟ الانتيريور سيرفيس. حلو خالص. احنا لسه واخدين ان في عظمه هنا اسمها الراديوس ودي الراديال نوتش بتاعها. البوردر اللي هنا، البوردر ده اسمه الانتر اوسيوس بوردر، خدناه من شويه. خلاص بص احنا خدنا الحاجات فعمال نجري يبقى خلاص خدنا الاوكرانيوم بروسيس، خدنا التريكولار نوتش، خدنا الكورونويد بروسيس، خدنا الراديال نوتش، خدنا الفصه اللي تحتها السوباينيتور والسوباينيتور كريست، فصه وكريست. حلو خالص يا دكتور. فاضل حاجه ثانيه؟ طب تمام يا دكتور. في حاجه ثانيه؟ ركز معايا بقى. احنا خدنا كل العظم اللي خدناه حرفيا ان الهيد بتاعته فوق، صح؟ طبيعي ان الهيد بتاعت العظم كله ناحيه فوق، صح؟ الا العظمه دي وان اكسبشن، الهيد بتاعتها تحت. وان اكسبشن مهمه جدا. وان اكسبشن، الهيد الوحيده اللي ناحيه تحت هي بتاعت الالنا. الهيد الوحيده اللي ناحيه تحت هي بتاعت الالنا. الهيد الوحيده اللي ناحيه تحت هي بتاعت الالنا. تاني، الهيد الوحيده اللي ناحيه تحت هي بتاعت الالنا. ركز معايا بقى، ركز معايا. لو بصينا لورا شويه هنلاقي حاجه اسمها بروسيس اسمه ستايلويد. يا دكتور ده زي بتاع الراديوس. يبقى في عندنا ستايلويد بروسيس اوف النا وستايلويد بروسيس اوف راديوس. نجيب العظمتين مع بعض اهو. ادي الستايلويد بروسيس بتاع الراديوس والستايلويد بتاع الالنا ورا شويه، او لما تيجي تلف كده هتلاقيه اهو. حلو. يبقى دول الاثنين ستايلويد بروسيس. حلو خالص. طب يا دكتور احنا عايزين نعرف العظمه ديت، نعرف العظمه ديت يمين ولا شمال. عشان نعرف العظمه دي يمين ولا شمال عايزين نحدد ميديال ولاترال، سوبيريور وانفيريور، ميديال ولاترال سوبيريور وانفيريور وانتيريور وبوستيريور، صح؟ انتيريور من التيوبروزيتي، عرفنا ان دي الانتيريور. خلاص خلصنا في الموضوع ده. ميديال ولاترال نعرفها ازاي؟ الراديوس دايما لاترال بالنسبه للالنا. يعني لو عايزين نعرف الالنا ديت، نعرف الاتجاه بتاع الالنا دي، الهون ميديال بالنسبه لها، الهون لاترال بالنسبه لها، هنشوف النوتش. اول ما نشوف النوتش دي نعرف ان دي ايه؟ اللاترال بوردر بتاعها. اول ما نشوف النوتش دي نعرف ان دي اللاترال ودي الميدي. طب يا دكتور والراديوس؟ شايف لي النوتش اللي تحت دي؟
دايما دي بتقول لك ان هنا ميديال وهنا لاترال، او من الستايلويد بروسيس. حلو خالص. ممكن نعرفها من حاجه تانية، البوردر الانتر اوسيوس. خلاص احنا عرفنا دي ميديال ودي لاترال، وعارفين كده كده الاوكرانيوم بروسيس ده يا دكتور اللي انا عارفه، اللي ما بيشوفش عارفه. الاوكرانيوم بروسيس اللي هو قاعد في الاوكرانيوم فوس، لا انا عارفه كده كده سوبيريور. والهيد يا دكتور واضحه حلوه خالص كده، عامله زي الطربوش اصلا. فاحنا عرفنا ان السوبيريور. طيب عرفنا سوبيريور وانفيريور خلاص، وعرفنا ميديال ولاترال، وعرفنا انتيريور وبوستيريور وميتيبروست. دي مين ولا شمال يا دكتور؟ المفروض يا دكتور لو دي ميديال يبقى الراجل جسمه هنا، فالحته دي نازله كده، وهنا انتيريور يعني باصص له قدام. حلو خالص، باصص له قدام، وده على الشمال يبقى دي يمين يا دكتور، يبقى ده الرايت فعلا. حلو خالص. بس كده خلصنا القلم. نروح نقراها من البي دي اف. ادي القلم او الزين، واحده 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 واحده، ما تخليش الايه الاسماء الكتير تخض، بالراحه خالص. احنا عرفنا الاوكرانيوم بروسيس. الاوكرانيوم بروسيس اعلى حته في العظم اسمها اوليكرانيوم بروسيس. وعرفنا الكورونويد بروسيس وخدنا تسميته قبل كده 13 مره يا دكتور. حلو خالص. اهو هنا جايب لك الكورونويد بروسيس، دي محطوطه هنا غلط، المفروض تتحط هنا كده. فاهم؟ دي المفروض يتحط هنا كده، دي كده صح، دي كده صح، دي كده المفروض يتحط قدام شويه كده. حلو خالص. ادي الانتيريور بوردر، وادي الانتر اوسيوس بوردر، دي كلام مفهوم. ادي الستايلويد بروسيس مش حاططها، وهنا حاطط لك الهيد اوف الما، دي الاكسبشن اللي احنا قلنا عليه فيري امبورتنت ومهم جدا. خلاص خلاص كورونيد بروسيس والاوكرانيوم بروسيس، خلصنا الشريحه دي. اللي بعدها هتقول لي على التيوبروست اللي هنا يا دكتور، والله عارفه اللي هنا عارفه، وبنعرف ان هو الانتيريور سيرفيس من كده اصلا. تريكولار نوتش، تريكولار نوتش حته بتاعت التروكليا اللي في الهيومرس، هتيجي تعمل علامه دي عشان المفصل يشتغل. قلتها لنا برضه يا دكتور، سهله خالص اصلا. الهيد اوف الما خلاص عرفنا، ممكن نعرف ان الستايلويد بروسيس ان الحته دي كده بعد لما خلاص عرفنا دي انتيريور، نعرف ان من هنا ممكن نقول ان دي ميديال، هنا لاترال، مع ان مش دقيقه خالص. ممكن نعرف من هنا احسن، من النوتش اللي هنا احسن. طب لو الدنيا زنقت معاك، لان الانتر اوسياس بوردر 15 طريقه تعرف دي ميديال ولا لاترال، سوبيريور، انفيريور، 15 طريقه. حلو خالص. دي جايبين من اللاترال فيو، من اللاترال فيو الراديال نوتش، دي العلامه اللي الراديوس بتسيبها، دي العلامه اللي الراديوس بتسيبها. عظمه الراديوس اللي هي عظمه القعبور، السوباينيتور فصه، الفصه قبل الكريست، الفصه قبل الكريست، الكريست اهو، الفصه اهي. حاجه تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.